لا يفوتنا كذلك مع استقبال رئيس قائمتنا الآن هو الوزير المستشار ونائب عن الشعب الدكتور أبو يعب المرزوق. قلت لكم أني فعلا أحن إلى هذه الجلسة، واعذروني إن لم أكن قد التقيت بكم قبل اليوم. تعلمنا في ديننا الحنيف أن نذكر موتانا بخير، والموت موتان في السياسة. الموت السياسي أهم من الموت الطبيعي. اليوم من يريد أن يحيي هذه القضايا التي يتحدث عنها صديقي وأخي قبلي هم موتى سياسية، وسأذكرهم بخير. وسأبدأ بزعيمهم الذي يظنوه منجيا له. تذكرون أنه عندما كلف بتكوين الحكومة الثالثة للثورة المضادة أنهى خطابه قبل أن يباشر الحكم بحكاية بقصة. قال: ذهب خروتشيف إلى إنجلترا ضيفا عند ملكة إنجلترا، فأهدته قطعتي دورميري قماش، فعاد إلى بلده وطلب من أفضل تارزي في روسيا أن يخيط له كسوة، فخاطها له فلم تعجبه فرماه في سيبيريا. ثم أتى خياط زور مثل السبسي فخاط له كسوة فأعجبته، فسألوا الخياط: ما الذي فعلت حتى تعجب خروتشيف؟ قال: أعددت له كسوة سور مزور، سي جوست مزور، على قياسه بالضبط. حديثنا قياس الآن. من يقصد بخروتشيف؟ تعلمون أن خروتشيف يرمز إلى الجوع بالبلدي، وهو بلدي يتحدث عن الجوع يعني الشعب. الخياط الأولاني هو صاحب الحكومتين الأوليين، يعني الغنوش، مش بتاعنا بتاعنا. صار كسوة ما عجبتش الشعب، رماها في سيبيريا، يعني استقال. قصبة ثانية وليته في سيبيريا. جاء هو باش يخيط لنا كسوة وباش يعجب الشعب، وفعلا عجبني الشعب، لكن أنا شعب مش بتاع القصبة، بتاع القبة طبعا. وخيط لنا كسوة اللي الحكومة توا واحلة فيها. وفي الحقيقة اللي كان يمشي لسيبيريا مش الغنوش هو، وهو ماشي لسيبيريا هو شوف معليش. شنو الرمز اللي يستعمل فيه واللي احنا كتوانسة أولى به منه؟ نحن المقاومون من حركة النهضة أولى به منه. يعني رئيس الدولة الأول في تونس بورقيبة. بورقيبة رحمه الله سجن 13 سنة في حكم بن علي، يعني أكثر مما سجن في عهد الاستعمار. فهل دافع عنه السبسي؟ لا. هل دافع عنه أحد ممن يريد اليوم أن يتاجر باسم بورقيبة؟ لا أحد. إذا هم كانوا سجناء بورقيبة ولم يكونوا بورقيبيين، وهم قد خانوا بورقيبة. والذين قاوموا بن علي في الحقيقة أرادوا أن يخرجوا بورقيبة من السجن وأن يكون رمز وطني قام بواجبه. أخطأ وأصاب كرجل أخطأ وأصاب، هذا أمره يعنيه. لكن ما يعني الشعب التونسي هو أن الشعب التونسي يحمي رموز تونس، علم تونس، وقادة تونس السابقين. ليس هم الذين يحمون علم تونس، ولا هم الذين يحمون بورقيبة وما حققه بورقيبة في تاريخ تونس. له أخطاء ككل البشر، وله أخطاء مع حركة النهضة ومع كل المناظرين من جميع الأحزاب،
لكن لا ينبغي لأحد أن يدعي أنه يمكن أن يتاجر باسمه لكي يحارب من ناظر ضد بن علي، في حين أنه كان محاميا للنظام الخلفي الذي كان يحمي بن علي. لذلك أردت أن أتحدث عن موتانا السياسيين بخير، وهذا حديثي عنهم. وأمر الآن إلى القضية الثانية. يقولون إن الحكومة التي انتخبها الشعب، لأن الشعب غورباتشوف عندهم، خروتشيف عندهم، غبي لا يفهم، حكومة ليس فيها كفاءات. وما رأيت إنسانا كفءا قاد أصعب مجالات تونس أي النقل مثل أخي هذا الذي كان يكلمك بالآن، فهو قد استطاع في شهرين أن ينقذ السكك الحديدية، وأن ينقذ الطيران التونسي، وأن يجد تعاونا قد يرجع تونس فيما يتعلق بالنقل في مستوى البلاد الأوروبية. فهل منهم من فعل ذلك؟ لا أحد. أما من حيث الشهادات فكل الوزراء في تونس، كل الوزراء إذا ما استثنينا أحدا افتك جدارته بجهده وبإخلاقه، كلهم من ذوي المستويات العالية الجامعية، ومن ذوي الكفاءة في النضال وفي الحكمة وفي الدراية وفي الصبر على تسيير هذا البلد. أما أسطورة الكفاءة التي يباهون بها فهي التحلل والاستبداد والفساد الذي حكموا به هذه البلاد طيلة 30 سنة. لذلك فإننا إذا كان الأمر يتعلق بالتحلل والفساد والاستبداد نعترف بأننا ليست لنا كفاءة، ولكن الكفاءة التي لنا هي كفاءة العلم وكفاءة التقنية وكفاءة المعرفة وكفاءة الأخلاق الحميدة، وخاصة كفاءة الجهاد من أجل قيم القرآن الكريم واحترام هذه الأمة بتاريخها كله. وما يسعون إليه لكي يحولوا المعركة ضد التخلف وضد الفقر والجوع والعري في هذا البلد إلى معركة بين شقين من الحركة الإسلامية، الشق السلفي والشق الذي الآن أصبح يحقق الصلح بين الحداثة والإسلام، لن يحدث أبدا، لأن إخوتنا السلفيين حتى وإن تأثروا بما وصف أخي الآن فإنهم لهم من القادة من هم عقلاء وسيفهمون شبابهم أن المعركة ليست حول الأمور الإيديولوجية، وإنما هي حول إخراج تونس والأمة العربية والأمة الإسلامية مما تردد إليه من تخلف، حتى تصبح قادرة على أن تكون أهلا للاستخلاف في الدنيا، وأن تستعد لكي يكون مرورها في الدنيا